في ليلة غامضة من ليالي روما القديمة، كان نيرون الإمبراطور شاب يجلس في قصره، تحيط به الأضواء وقادة البلاط، بينما يصفق الجميع مجبرين لسماع موسيقاه التي يفرضها عليهم، رغم أن معظمهم كانوا يخفون انزعاجهم خلف الابتسامة. كان نيرون يعاني من اضطرابات نفسية واضحة، تظهر في تصرفاته الغريبة وقراراته القاسية. في لحظات غضبه، لم يتردد في قتل أقرب الناس إليه. زوجته الثانية أوكتافيا كانت أول ضحاياه، إذ أمر بقتلها بعد اتهامات زائفة ليرتاح من وجودها في حياته. عشيقته بوبانا كان عشق نيرون لها يتحول إلى جنون لم يعرف حدوداً. قتلها في نوبة غضب، لكنه بعد موتها أمر بتحويلها إلى آلهة يعبد تمثالها في أرجاء روما. ولم يكتف بذلك، بل اختار عبداً شديد الشبه ببوبانا، وألبسه ثياب النساء وأعلن زواجه منه أمام الجميع وسط دهشة لا توصف. في تلك الأيام المشؤومة من عام 64 ميلادية، اشتعلت النيران في روما. اتهم الكثيرون نيرون بأنه أشعل الحريق ليبني لنفسه مدينة جديدة تناسب ذوقه، لكنه لم يهتم لآلام شعبه، بل انشغل بالغناء أمام ألسنة اللهب المتصاعدة. فيما كان المسيحيون الجدد يناضلون لنشر معتقداتهم في عهد روما، كان نيرون يضطهدهم بشدة ويعذبهم بطرق بشعة. أصبح اسمه مرادفا للقسوة والجنون، حتى انتهت حياته بشكل مأساوي عندما انقلب عليه الجميع وفقد السيطرة على عرشه وعقله.